أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة أو رحلة جديدة من محافظة إب، وتحديدا من السياني ونجد الأحمر والقرى والمناطق المجاورة. طبعا الحلقة اليوم إن شاء الله بتكون مميزة جدا لأني أول مرة أصور هذه المنطقة، ولكن قبل إكمال هذا الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتوقعوا رأيكم بالفيديو. مشاهدة ممتعة. طبعا من هنا تبدأ رحلتنا إلى هذا اليوم، الطريق الجميل، الزفت النظيف. إن شاء الله أن الحلقة تكون ممتعة ومميزة لأني أول مرة أصور هذا المنطقة. وهنا وصلنا إلى سوق شبان. طبعا الطريق خربان شوي، ولكن إن شاء الله مع الأيام تتصلح إن شاء الله. وهنا دخلنا نجد الأحمر. احنا في طريقنا الآن في نجد الأحمر. إن شاء الله نحن نصور أشياء تستحق التعب وتستحق الرحلة من صنعاء إلى إب علشان نصور هذه المنطقة. وأهلها طيبين على فكرة، دائما يعني بالتواصل الاجتماعي، يا حسن يصور نجد الأحمر، يا حسن يصور السياني. اليوم أتينا نصورها. طبعا هؤلاء بيبيعوا شام، احنا بنسموه أصحاب إب شام، ما أدري إيش بتسموه انتم. طبعا وقفنا هنا. المكان اللي أنا أصور منه اسمه حول كدين، وهذه قرية المنازل حسب ما قال لنا الرجال. من هنا نبدأ أول تصويرنا للمناظر الطبيعية والسياحية. ومن هنا من حول الكداهن حسب ما قالوا لنا نبدأ أول تصوير للمادة السياحية. خليكم معنا.
وهنا وصلنا إلى سوق نجد الأحمر متجهين إلى النقيلين. إن شاء الله نحن نوصل في شلالات بإذن الله. طبعا أنا ما أعرف أسماء القرى والمناطق اللي بنمشيها. أتمنى يعني أي منطقة ما نذكر اسمها أو قرية ما نذكر اسمها، إن الذي يتفرجوا هذا الفيديو من أبناء هذه البلاد أن يكتبوا لنا المعلومات في التعليقات، عشان الذي يتفرج الفيديو يتعرف على المنطقة والمكان اللي بحصل فيه ناس إن شاء الله، واللي أنا أعرفه بشرح عليه وبنتكلم عليه. طبعا ما شاء الله كان أمس الدنيا مطر إلى الفجر، الطريق عاد الماء ما شاء الله فيها. وهذا أول قرية في النقيلين، ما حصلنا أحد نسأل عليها. أتمنى تكتبوا لي بالتعليقات إيش اسم هذا القرى. رغم معاناة الطريق، طبعا الطريق من الأمطار شبه مدمرة، إلا أن المناظر تخليك تستمر تقول عادي كسر السيارة يا حسني، أهم شيء إنك تصور. طبعا لفت انتباهي هذا المشهد، ما أجمل القرى وما أجمل الصبوح اللي يصلحوه بالحطب. احنا عندنا نقول صبوح الصعد. سيارات القرى القديمة ما شاء الله ذكريات. طبعا وحصلنا الغالي بالصدفة، ما ندري وين الحارس ندري وين الراعي. ما شاء الله الصلاة على النبي. الآن بنتجه إلى أين؟ إلى سمسرة المحراس. هذه السمسرة بحكي لكم عليها إن شاء الله بالفيديو عندما نوصل إلى السمسرة. السمسرة هذه لها تاريخ عظيم، هذا الطريق تودينا للسمسرة إن شاء الله. طبعا أكثر شيء في هذه المنطقة المثيرات، يعني ما شاء الله المثيرات كثيرة جدا. طبعا هذه تقريبا رابع زيارة لي إلى هذه المنطقة، بس ما قد صورتها فيديوهات طويلة، صورتها زمان في التيك توك.
سلام الله عليكم. كيف حالك؟ احنا الان وين بالضبط؟ انتم الان بالمحرز. المحرز. طبعا احنا الان قريب من سمسرة المحرز صح؟ قريب من السمسرة نعم. طيب ايش يسألك كم معلومة عن السمسرة؟ كم عمر السمسرة هذه؟ والله ما علمها الا الله سبحانه وتعالى. بس يقولون انها قديمة جدا. من عهد السيدة أروى. ومن قبل قالوا من قبل عهد من السنة. عهد السيدة أروى. أنا طيب. أظن هذا على ما أسمع من عهد السيدة أروى. وايش كانوا يستخدمون بالسمسرة هذه؟ ايش كانت؟ كان ما ولا الطالع ولا السارح والراجع. يعني للتجار. للتجار. أيوة. الله يحفظك. نتعرف باسمك. ها؟ نتعرف باسمك. فؤاد محمد سعيد. والله والنعم يا سيد فؤاد. قرية جناد. قرية ايش؟ جناد. جناد. حفظك ربي يا عم فؤاد. حياك الله. اي خدمات لك؟ ربنا. سلام الله عليكم. السلام ورحمة. كيف حالك؟ والله ونتعرف اسمك؟ عادل محمد قاسم. عادل محمد قاسم. وين رايح من الصبح؟ والله طالع منك. لنجد الأحمر. الله يوفقك يا صديقي. السمسرة الآن أنا جاي عشان أصور بلادكم إن شاء الله ونطلعها بصورة جميلة. كم عمر السمسرة هذه؟ والله ما نعلم يا حبيبي. لين من زمان وياها. يعني من متى؟ من عهد من؟ والله ما نعلم. طيب السمسرة هذه إيش كانت من قبل؟ إيش كانوا يسووا فيها؟ إيش كان يعني كان سوق. سوق ليش؟ سوق بالجمال من زمان كانوا من زمان. يعني كان موقف للقوافل حسب ما أعرف. ايوه. حفظك ربي. من أي قرية أنت؟ الله من بنعوم. ذي نعوم. الله يوفقك. أي خدمات لك؟ السلام. طبعا وصلنا إلى سمسرة المحراس. سمسرة المحراس هذه عمرها آلاف السنين. طبعا أعتقد من قبل حكم الملك أروى. هذه السمسرة كانت موقف للقوافل وكانت سوق. يعني كانت القوافل تجي من كل الدول في اليمن وكانت توقف هنا زي ما نقول احنا اللوكندا أو الاستراحة. كانوا يستريحوا بهذا السمسرة اللي تسمى سمسرة المحراس. يسقوا جمالهم وخيولهم ويناموا فيها. فكانت منطقة وقوف للقوافل وكانت سوق. بصور لكم السمسرة من داخل وإن شاء الله نحن نصورها من كل زاوية ونجيب معلومات حلوة عليها ونعرف العالم بها. طبعا هذا الطريق من السمسرة وهذا حوش السمسرة تقريبا. ما أدري إيش اسم الشجرة هذه. احنا في بلادنا نسميها عم. وهذه هي سمسرة المحراس. تاريخ عظيم والله. بلادنا معها تاريخ عظيم بس للأسف الشديد ما حصلت الذي يعرضها وينشرها بالصورة الجميلة للعالم. يوريهم تاريخنا، ان احنا تاريخنا قبل لا توجد الكرة الأرضية. حتى لو اني بالغت شوي سامحوني. هذه هي سمسرة المحراس. ان شاء الله نصور لكم كل تفاصيلها. شوفوا بس على فخامة البنيان. لما أقول لكم آلاف السنين يعني آلاف السنين. طبعا وفي كل رحلة ربع عزيزي المصور، في كل رحلة لازم يكون الأكل سفري تمام. وصبوحنا اليوم كباب. طبعا شوفوا المسكين الوحيد في الرحلات هو المصور الذي في وقت الصبوح وقت الأكل وقت الشرب يكون مشغول بالتصوير تمام. ومعانا كباب بلدي من اللي تحت البرج كلكم تعرفوه. يعني يستحق بقكم على قولة المصريين. الآن احنا نبدأ صبوحنا أو فطورنا باللغة العامية تمام. وهذا الفلفل مع السلطة وهذا الخبز ها. ونصطبح ونرجع نكمل تصوير السمسرة. طبعا سمسرة المحرس من أقدم الأسواق من عهد الدولة الصليحية. وكانت تقع في طريق القوافل ما بين إب وتعز وعدن حسب ما يقولون. طبعا موقعها في عزلة النقيلين مديرية السياني ومحافظة إب. وزي ما قلت لكم من أقدم الأسواق الذي كانت تقف فيها القوافل تمام. ويستريحوا الجمال هنا والقوافل بعضها تنفل في هذا السوق. وكان يقام سوق أسبوعي. طبعا بدأ يقل الاهتمام في هذه السمسرة والعقود قريبة. وتم نقل السوق إلى سوق نجد الأحمر تمام. ولكن الشيء المؤسف إنهم ما اهتموا في هذا السوق ولا في هذا السمسرة. حتى دمرت من بعض الأماكن أو نقول دمرت كليا. ولكن ما زالت ماسكة في تاريخها بعراقتها بفنها المعماري. يعني شيء صراحة رغم مرور السنين في هذه المنطقة والإهمال لهذه السمسرة إلا أنها ما زالت شامخة شموخ الجبال. طبعا السمسرة عبارة عن صالات متوجة ب 66 عقد حجري.
ارتفاعها 15 متر، وأرضيتها كانت مبلطة بالحجار. ما زالت في أثر للبلاط، بعرض لكم في هذا الفيديو. كانت الأرضية مبلطة بالحجار. طبعا البلاط اللي قلت لكم كانت الأرضية مبلطة بالحجار في هذا الشكل، ولكن مع مرور الزمن تدهورت السمسرة وقل الاهتمام بها، وكانت هذه يعني آخر ما تبقى من الأرضية. طبعا هذه السمسرة من الداخل، شوفوا جمال الفن المعماري بس. وهذه العقود اللي قلت لكم عليها. طبعا ركزوا معي بس على الفن المعماري، وهذه هي العقود اللي تكلمت عليها سابقا. طبعا هذه الأخشاب لها آلاف السنين، هذه اللي كانت بالسقف قبل أن تتدمر هذه السمسرة. طبعا وهذه السمسرة من السطح، حبتني أطلع أصورها من سطحها علشان تكون باينة بشكل كامل. والله تاريخ عظيم، تاريخ عظيم. طبعا السمسرة كبيرة جدا، ولكن من الداخل تبان انها صغيرة. هذه هي الصالات، وهذه هي العقود اللي تكلمت عليها قبل شوي. والذي عنده معلومات عن هذه السمسرة أتمنى أنه لا يبخل علينا ويكتب لنا في التعليقات، من الناس الذي يعرفوا هذه السمسرة أو تاريخها. يمكن تكون معلوماتي مش دقيقة. أعتقد أنه مفروض الدولة أو وزارة السياحة تعيد ترميمها وتصلحها كمزار تاريخي. حتى إطلالتها جميلة جدا. هذه القرى المجاورة لها أعتقد قرية الدار وقرية ذي نعم أو ذي ناعم. طبعا المغامرة كلها على شارع، يعني بنغامر ونطلع. الله يستر. بسم الله بسم الله. تدرون ايش اللي بنفسي؟ إن مستقبلا يذكرون الناس يقولوا الله يرحم الحسني، الله يطول بعمره، حاول يظهر بلادنا، حاول يصور اليمن بصورة جميلة. أهم شيء علشان نستمر اشترك في القناة. أيوة أنت اللي تشاهد الفيديو اشترك في القناة، فعل الجرس، وشكرا. طبعا بما إني قد جيت للمنطقة يعني مش غلط إني أصورك. مستمتع بياكل. صباح الخير، كيف حالك؟ استمتع يا حبيبي، احنا عايزين. طبعا هذه السمسرة بعد ما صورناها من الجهة هذه، شوفوا كيف كانت محاطة بالمناظر السياحية والطبيعية، ما شاء الله صراحة. طبعا ومستمرين برحلتنا إلى أن نصل إلى شلال النقيل، لأن إن شاء الله نحن نوصل فيما بإذن الله. طبعا الطريق هذه ما صلحوها الأهالي على ما أعتقد، مرصوصة بالحجر على حساب الأهالي. هذا قرية ذي نعم إذا ما خاب ظني، وهذا
صلح الخط الله يبيض وجهك ويكتب اجرك يا رب. وحاج صباح الخير، كيف حالك؟ الحمد لله. ايش محمل؟ ايش هذا اللي معك؟ هذا محمد حناق وطائف. الله يحفظك ويطول بعمرك، قل امين. امين يا رب. ايش اسمك؟ اسمي علي. علي يا عم علي، ايش اسم القرية هذه؟ هذه دنعوم. دنعوم. الله يحفظك. اي خدمات؟ هي خدمات ثلاث. شكرا لك يا عم. الله يحفظك. هنا الموتر غرز، ما عاد قدر يطلع. بحمل كيس طحين او 8 اكياس. بداية الخير ما شاء الله. هذا شلال صغير، ان شاء الله نحن نوصل للشلال الكبير باذن الله ونوصل فيه ماء. شوفوا المنظر الجميل هذا ما شاء الله. طبعا والله ما انا داري ايش اسم القرى هذه لاني ما حصلت احد اساله. اتمنى اللي يعرف القرى هذه في التعليقات يكتب لنا اسمائها. طبعا المشهد الشيء الجميل اللي نحبه دائما في التصوير هو الضباب. من هنا بدأت الأجواء على ما يشتي الحسن. الأجواء الآن بدأت تصبر. شوفوا بس من أجواء الضباب اللي جاي. إن شاء الله نحن نطلع فوق الأجواء عليها أجمل وأحلى. طبعا تقريبا هذه المدرسة. الله 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 الله، والأجواء ما شاء الله. الصلاة على النبي. يا جماعة ايش اسم القرى هذه اللي تحت؟ حجاب ربي والجمال.
قرية الرقاد. هذا اسمها قرية الرقاد. شوفوا ما شاء الله الصلاة على النبي، الغيوم مغطية القرية من كل مكان، أو الضباب. السلام عليكم يا حاج. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ حياك ما بتفعل؟ الله. احنا نطلع على الجزرة. نحن هذا خربنا المطار. ايه. ايش اسمك؟ عبد محمد قاسم. والله والنعم يا عم عبده. أيوة. احنا القرية هذه ايش اسمها؟ هذه قرية الجرذام. الجرزم؟ ايوه. هذا حق النقيلة صح؟ هذه حق النقيب هنا. طيب وهذه الارض ارضك ولا حق واحد ثاني؟ هذه حق واحد ثاني. وانت تشتغل معاه؟ انا اشتغل حقي هذه استاجر. اها يعني انت مستاجرها منه. الله يقويك بجميع شغل. ويعينك يا رب. ايوه. طيب الشلال بينما ولا عاده؟ الشلال ما أعرف. ولا حتى خفيف؟ ولا شيء. الله يحفظك يا رب يطول عمرك، قل امين. الشيء قال ما في الشلال، ولكن قلنا نروح نتاكد، يمكن المطر ينزل ونشوف الشلال ما شاء الله. قولوا لنا وين الشلال، تعبنا من هذا من داخل صنعاء. ما لا الشلال بينه ماء مش بدون ماء. يعني احنا بداية صيف، لأن قد الزيارة الثالثة أجي لهنا وما بش ماء. نتعرف اسماءكم. توفيق محمد عبد الولي، وانا عبد اللطيف محمد عبد الولي. والله والنعم انتم من ابناء النقيلين. ايوه. حفظكم ربي. ما معكم هنا؟ والله جانا بس نحن الله طرف الجنه الدودي. تسروس السيارة؟ شو؟ حفظك ربي. أي خدمات لكم؟ اليوم حننتم. الله يغنيك ويحفظك، الله يبارك يا حبيبي. طبعا وصلنا إلى هنا، وكان الشيء المؤسف إن الشلال لسه ما فيه ماء، ولكن في جمال المناظر هذه إن شاء الله. إنه يعني وصلنا على شيء جميل. البلاد هذه جميلة، ولكن كان نفسي إننا نوصل بالشلال، لأنه الشلال هذا قوي جدا، ولكن استمتعوا بهذه الأجواء. ويا حاج صورة. كيف حالك؟ أيوة صورة وفيديو، وخلي العالم كله يشوفك. الله يسر عليك. أنا أفدالك. وين سارح؟ تتمشى؟ الله يطول بعمرك. ايش اسمك يا حاج؟ محمد عبد محمد. والله والنعم. بالمنزل. أنا ابن الأمين الحسني، مصور. أنا أصور البلاد والسياحة الحسني. أيوة من من المخادر. الله يحفظك. كم عمرك يا حاج؟ يمكن بس 90. ما شاء الله الصلاة على النبي. أنا أبي 50 فوق 90. كيف؟ 50 فوق 90. بتزيد 50 فوق 90؟ كيف؟ ما شاء الله الصلاة على. بتحب الحياة؟ بتحب الحياة؟ الحياة والموت من الله سبحانه وتعالى. نعم. الناس وعلى شباب. الله يحفظك. وعدك ناوي لزواجه؟ معك 4 نسمى لي. معك 4؟ 4 غزوة 4. ما شاء الله الصلاة على النبي. الرابعة اللي معي الحين هذه بيت السماوي. الله. أيوة بيت السماوي أعرفه. تبع عبد العزيز السماوي. لا والله بس اسمع بيت السماوي.
ابن عمي. الله ولي عبد عمك. الملك له قسم الزكاة برمضان وابن عمي. الله يحفظك. أي خدمات يا حاج؟ الله يسلمك. أنا أبدأ مع السلامة. كيف أنت يا حاج؟ الله يحفظك. قلت الله أصورك صورة حالية هكذا. الله يوفقك. إيش اسمك؟ الله والنعم يا محمود. أي خدمات؟